أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم والدي وأموات المسلمين أجمعين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. ويسعد مساكم أو يسعد صباحكم بأي وقت بتشوفوا هالفيديو. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وأنتم بتحضروا فيديو اليوم. بفيديو اليوم يا بنات راح أحكي لكم وين رحت ومع مين. طبعا هذا الإشي أنا ذكرته امبارح على المنتدى على المنشورات، فكتير متابعات عرفوا المكان اللي أنا رحت عليه، وما شاء الله عليه كان متابعات معي صح، على الأغلب عرفوا. المهم يا بنات راح أحكي لكم وين رحنا وشو عملنا. وهاي الزيارة اللي أجلناها بالشتوى الماضية لما كانت الدنيا رعد وشتاء وما كانش الجو مناسب أبدا إننا نطلع. إحنا طلعنا برضو يوم سبت وكان الجو برضو يعني مغيم وشوية شتاء هيك خفيفة، لكن أحسن من الأسبوع الماضي. المهم طلعنا مشوارنا، ورح نعمل كمان وصفة للشاورما، ورح نعمل وصفة ثانية برضو فاصوليا خضراء، وبس هيك على السريع لأني أنا عامليتهن على القناة قبل هيك. ورح نحكي بمواضيع مهمة ورح أعرفكم على قناة كمان إن شاء الله رح تحبوها كتير ورح أحكي لكم عنها. وبرضه نظفنا السطح واستعملنا مادة، يعني هذا سر للسطح اللي بينزل مي على الدار، فرح أحكي لكم المادة اللي استعملتها وإن شاء الله إنها تزبط مع الجميع، لأنه أغلب البيوت عندنا هنا مع المدة والركون المي عليها وهيك شغلات بتمي على من السقف. أغلب البيوت هيك بتكون، يعني هي إشي بسيط عنا، بس هي المشكلة إنه عشان ما في صبة ميلان، يعني خصوصا البيوت اللي ما إلها صبة ميلان على السطح. المهم يا بنات أنا طريقتي بالشاورما شوفوا صراحة مصورة كثير، فحبيت هيك بس أصورها تصوير سريع لأنه هاي المرة مش أنا اللي عملتها بنتي، فما لحقت تصوير كل إشي بالتفصيل. شوفوا بس أنا عجبتني طريقتها بلف الشاورما، يعني ما شاء الله خميلة. يعني طلعت هي أشطر مني بلف الشاورما ما شاء الله تبارك الله. هيك بتحسوها يعني عن جد زي تبعت المطعم، بتحسوها مليانة، وحطت فيها إشي حطت فيه مخلل وإشي حطت فيه بطاطا حسب يعني ذوق إخوانها شو سألتهم شو بدهم وحطت لهم. فما شاء الله إشي فاخر من الآخر، يعني عن جد زاكية طلعت. الحمد لله على نعم الله، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. وهسا قبل ما نروح مشوارنا أو إحنا بالطريق كمان رح أحكي لكم عن قناة كثير حلوة وكثير رايقة. هي قناة اسمها شخصية مهمة، قناة شخصية مهمة هيك اسمها. ما شاء الله عليها، هي ست سعودية، ست بيت معدلة على قولتهم صنعة. ما شاء الله عليها نظيفة مرتبة محتشمة، فلوقاتها رائعة صراحة. بتروح على أمها على القرية أحيانا وبتصور عندها فلوقات ما شاء الله بتجنن. أجواءها راحة نفسية بتفتح النفس عن جد. يعني اللي بتحب الروقان والبساطة والروتينات الحلوة والتشجيع تروح على قناة شخصية مهمة، كثير راح تحبوها. ما شاء الله عليها. بتحب بيتها، روتيناتها بسيطة رايقة، بتعمل وصفات حلوة. يعني جد بشجعكم تزوروا قناتها، راح تنبسطن كثير من قناتها، وراح أثبت لكم رابط قناتها بأول تعليق إن شاء الله. وبتمنى تدعموها لأنها والله إنه بتستاهل الدعم. واحكوا لها إحنا من جيش أم عمر. وهون بلشنا مشوارنا بالطريق، طبعا طلعنا مواصلات لأنه أنا وخواتي لحالنا ثنتين، وأنا الثالثة، فلحالنا معناش صغار وجيزاننا برضو كل واحد بأشغاله، فحكينا خلينا نطلع مواصلات. بالرغم صراحة إحنا مش متعودين نطلع مواصلات، يعني دائما بالسيارة، ولكن المرة هاي حبينا نطلع مواصلات. حكينا يعني مدام معناش إحنا أشياء أو أطفال يعني والمشوار سريع. أهلا وسهلا. أهلا فيك. يسعدك. مسافرين. سقعة يا رب. بسم الله. هون وصلنا على أختي اللي بدنا نطلع معاها، عند أختي اللي عندها اجتماع. يعني مشوارنا يا بنات كان وين؟ عند أختي اللي هو الاجتماع الشهري. زي ما حكينا قبل فترة إنه كل شهر مثلا بنجتمع عند واحدة.
فأختي هاي قريبة على أختي الثانية اللي عندها الاجتماع، فحبينا نميل عليها ناخدها معانا ونروح، أو هي أخذتنا معاها على الأغلب يعني لأنه بسيارة جوزها طلعنا. المهم قبل ما نطلع حكت خلينا نشرب قهوة مع بعض، قهوة الصباح، لأنه بصراحة طلعنا وإحنا مش شاربين القهوة، فشربنا القهوة عندها وبعدين رحنا عند أختي اللي عندها الاجتماع. فشوفوا يا صبايا والله إنه الجمعات هاي بتغير النفسية، يعني لو كل شهرين لو كل 3 شهور عادي ما في مشكلة، المهم الواحد ما يقطع أبدا، فحسب الظروف، فإحنا مش كل شهر كل شهر لأ، يعني حسب ما بنفضى، حسب كل واحدة عندها ظروف معينة مثلا بنأجل زي هيك، المهم إنه ما نقطع أبدا، وكل فترة عند وحدة. وطبعا أكيد الست الوالدة إلها زيارة خاصة شهرية، وطبعا أكيد راح أصور عندها إذا رحت عليها، ولكن المرة هاي أختي اللي عندها الاجتماع قريبة من أهلي، فميلنا عند أمي، وأكيد صورت لكم مقاطع صغيرة عند أمي. يعني الزيارة كانت زيارتين، زيارة لأختي اللي هو أساس الاجتماع طبعا كان عندها، وقضينا نهار عندها والله يخلف عليها يا رب ويجزيها كل خير، كثير انبسطنا. وآخر النهار بعد أذان المغرب رحنا عند أمي وضلينا عندها يمكن لبعد العشاء تقريبا. و... وما شاء الله حبينا نطلع هيك على الحوش عند أختي شوي ونشوف الزريعة، ما شاء الله عندها الزريعة ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لها فيها، والله يا بنات احكوا ما شاء الله تبارك الله. وأكيد هي لسه بتزبط كمان في الحوش وبتزرع زراعة جديدة وما شاء الله تبارك الله، يعني الله يبارك لهم بيتهم عشان سكنوه جديد فلسه بيزبطوا فيه، فالله يبارك لها ويعطي كل حدا إن شاء الله نفسه في إشي ربنا يعطيه ما يتمنى. وهون الغدا صار جاهز، الله يعطيهم العافية الصبايا، ما شاء الله عندها الصبايا طبعا متجوزات، فيوم اجتماع خالاتهن بيجن عند أمهن وما شاء الله عليهن ما بيقصرن، وهن اللي طبخن نفسهم طيب وأكلهم زاكي ما شاء الله. عملوا سلطة المعكرونة، أنا سلطة المعكرونة كتير بحبها ولكن المرة هاي كانت مميزة. حتى الفتوش عملوه اللي هو تبع السمبوسك، فبحكي لهم كثير كثير إنه أزكى من الخبز العادي، عن جد كان مميز. وكل الأكل ما شاء الله تبارك الله، الله يجزيهم كل خير ويعطيهم العافية. وهنا كانوا عاملين قدرة قادر كمان وغير كيكة الأناناس وما شاء الله ما قصروا. فجمعتنا كلها بتجنن كانت أجواء حلوة، أجواء عائلية، أجواء لمة، إعادة ذكريات، فكله على بعضه كان غير شكل. فالحمد لله الله يديم هالجمعات الحلوة ويديم لكم أحبابكم. وهون عاد وصلنا عند بيت الوالدة، الله يا رب يعطيها الصحة والعافية ويطول بعمرها. فكانت قعدتنا عند أمي كثير بسيطة لحد ما روحنا يعني من عندها من هناك، بعد ما طلعنا بعد المغرب من عند أختي ووصلنا عندها. فكانت زيارة سريعة كونها يعني قريبة من أختي اللي كان عندها اجتماع، ولكن أمي إن شاء الله إلها كل شهر زيارة خاصة إلها، فالله يطول بعمرها ويعطيها الصحة والعافية ويديمها بحياتنا يا رب. فحبيت طبعا أكيد أم عمر موجودة فلازم تصور، يعني أنا طبعا مش كل الأماكن يا بنات بصور فيها. فإن شاء الله المرة الجاية لما أروح عند أمي بصور لكم تفاصيل أكثر. لكن المرة هاي كانت زي ما حكيت لكم زيارة سريعة، بس حبيت إني أصور لكم القهوة. طبعا القهوة مع الوالدة والخوات غير. شوفوا يعني أنا مرات بحكي القهوة مع بنتي غير، القهوة مع ابني غير، القهوة مع الوالدة غير، فسبحان الله كل حدا إله هيك مكانته عن جد وإله معزته. فالله يديم لنا يا ربي أحبابنا ويديم لنا أهالينا. الحمد لله رب العالمين قضينا هاليوم بالطول وبالعرض، كان يوم بجنن ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. وروحنا بالليل أجا أبو عمر أخذنا، فالحمد لله كان يوم موفق وجميل. فجد بتعرفوا إحساس إنه تقعدي مع أختك مجرد فنجان قهوة معاها بيكون طعمه مميز، ومجرد ما إنك تقعدي مع بنتك إله طعم ثاني. يعني شوفوا هي الحياة كلها
بتحسوا إنه كل إنسان في حياتك ضروري، أو هذا الإنسان إله مكانته عندك، بتحسي هذا الإنسان إله دوره أو إله وقته، وهذا الإنسان إله وقته. فما بتستغني لا عن بنتك، لا عن ابنك، لا عن أختك، لا عن أمك. حتى الإخوان ما شاء الله، يعني الواحد سبحان الله مش هم شباب ومشغولين بأشغالهم، بس مجرد ما شفناهم كثير انبسطنا، يعني قلبنا فرفح لما يعني عن جد روحوا من الشغل، كنا هناك إحنا قاعدين، عن جد قلبنا فرح لما شفناهم. فالله يحفظهم ويرزقهم ويعطيهم الصحة والعافية ويديم لكل حدا أحبابه. وسبحان الله هاي الجمعات يا بنات بتظلها ذكريات يعني، فإن شاء الله أنها ذكريات جميلة وعلى طول بإذن الله. وبعد ما روحنا طبعا أكيد رح نروح بنشاط وهمة جديدة وطاقة جديدة، وبما إنه أم عمر غيرت جو فلازم يكون في هالفيديو تجديد ولو تجديد بسيط. المرة هاي حبيت إني أعمل السطح عندي يا بنات، منطقة من السطح بتسيل مي. حاول أبو عمر يزبطها بكل الوسائل، تقريبا عمل مرة مرتين ثلاثة هاي الخلطات اللي بيحطوها على السطح. آخر إشي ندلنا على هاي المادة اسمها ما بعرف شو اسمها هي، بس هي مادة نظام عزل مائي كثير ممتازة. جربتها يعني أختي وحكت لي عنها ممتازة، فحبيت إني أجيبها وأجربها. وحكيت والله إن شاء الله غير أصورها عشان يعني إذا في حدا من المتابعات حاب إنه يعني يستعملها، لأنه أغلب البيوت هسه الأيام هاي عشان شتاء والمية بتركض على بتضلها راكدة يعني على السطح إذا فيش صبة ميلان وهيك زي سطحنا مثلا. فحبيت أفيدكم. هاي هي المادة اللي بدها تاخذ لقطة شاشة وتجيب زيه، سعره 17 دينار يا بنات. وسبحان الله الأولاد طبعا ابني اللي عملها، ولما عملها تشجع إنه ينظف السطح. كان السطح والله بده تعزيله، وأنا قاعدة بحكي لحالي متى بدي أبلش فيه، متى بدي أفضى أعمله. فانبسطت لما عمله، ريحني منه. والله هم مش معترضين إنهم يعملوه أبدا، ولكن أنا دائما بحكي لهم أي شغلة بدي أعملها بدي أصورها، فخلوا لي إياه بضل أجل فيه. هو المرة هاي عمل السطح بالعازل المائي، فما استنى مني إني أنظفه، على طول نظف لي إياه. الله يجزيه كل خير ويعطيه العافية ويرضى عنه يا رب هو وأخوانه. فانبسطت كثير لما شفت السطح بهالمنظر، فحكيت خليني أعمل لي فنجان قهوة وأطلع على السطح أشربه على رواق. يعني جد جد أجواء بتجنن. أجاني سؤال على الفيديو الماضي إنه أم عمر كان معك التهاب لثة بالفترة الماضية، فشو استخدمتي لهالإشي؟ مضمضة بمي وملح وغسول مطهر ومضاد حيوي، وفترة بسيطة والحمد لله كان رايح. وهون كان علب البهارات فاضيات، فحبيت إني أعبيهن بالبهارات الموجودة. كنت متكاسلة يعني بستعمل من الكيس دغري، فحكيت لا خلص خليني أعبيهن بالعلب أحسن أسهل، مرات بتكاسل والله. كمان يا بنات أجاني سؤال عن الثلاجة كم سعرها أكاش وكم سعرها أقساط. هي سعرها كاش 380 لأنها كبيرة يا بنات. أقساط 500 وصلت والله، وقسطها على 10 شهور. هي والغسالة مع بعض يعني جابهن عمر، الغسالة ب300 والثلاجة ب500، فطلعن 800 تقريبا. بدفع كل شهر 80 دينار على 10 شهور يا بنات، هيك أقساطها. طبعا على معارف يعني، أنا بتوقع من مكان ثاني بدك دفعة أولى وشغلات زي هيك، بس لأنه صاحبه فمشاله إياها على الأقساط هاي. وكمان يعني ما شاء الله هو دافع يعني قسط منيح، 80 دينار برضه قسط مرتب، لأنه في ناس ما بيرضوا يدفعوا هيك مبلغ. بس أنا حكيت خلينا نخلص منها على السريع، حكيت له ادفع مبلغ منيح خلينا نخلص. بحبش بصراحة الأقساط ولا الأشياء هاي، بس إن شاء الله ربنا يقدرنا، يعني ما في مجال إلا الواحد هيك يجيبهن صراحة. وهون عبيت البهارات ومسحت مكانهن ورتبتهن في رف المعلبات. وأنا بتمنى إنه ألاقي رف يعني زي ما أنا بدي لستاند للبهارات. لحد هسه ما لقيت رف ياخذ العلب كلها. بس كمان أنا بحكي بعقلي يعني مش مستاهلات، هن مرتبانات بلاستيك ومنظرهن يعني مش بزيادة، بس بحكي إن شاء الله لقدام بدي أجيب مرتبانات القزاز اللي غطيتهن خشب مع ستاند كامل يعني إلهن. شفته بالجيل الحديث إن شاء الله. بلكي لقدام إن شاء الله جبته. في كتير شغلات الواحد بيخطط إنه يجيبها وبيتأخر، فبصير إشي أبدأ من إشي ليش بدك تلعب؟ بدنا نطبخ ونصلي.
وبالنسبة لهالطبخة، هاي طبخة فاصوليا خضرا. لما رتبت الخضار معكم بالثلاجة المرة الماضية كان في كيس من الفاصوليا، فحكيت بلاش يطول بالثلاجة خليني أطبخه. فجابوا لي لحمة من هاي، لحمة عجل مجمدة. والله يا بنات زاكية كثير هاي اللحمة، يعني كثير متابعات بيسألوني منظرها حلو إشي زاكية يا أم عمر؟ والله يا بنات زاكية. أنا بقطعها وهي جامدة شوي أسهل للتقطيع، وبغسلها منيح وبصفيها، وحوست هون بصلة وقلبتها مع البصلة. وحطيت عليها بهارات بسيطة اللي بتنحط على الفاصوليا، فلفل أسود وشوية كركم، شوية كاري، شوية كمون. كمان استعملت ماجي بودرة اللي هو بيت المقدس، يعني بديل عن الكنور. بيعطي طعم هيك زاكي برضو، مع إنه اللحمة مش بحاجة لماجي بودرة، ولكن حطيت باكيت تدعيم للطعم. وخلطت على الخلاط بندورة حمرا، حب يعني بس تكون هيك طرية شوية حمرا مستوية. هسا اللحمة لحالها لما قلبتها مع البصل والبهارات حطيت عليها مية سخنة وتركتها، غطيتها تركتها تستوي براحتها. هي بتاخد وقت بالستو لأنها لحمة عجل، بس عشان قطعها صغيرة مش يعني بتاخد وقت زي اللحمة الكبيرة، القطع الكبيرة لا أخف شوي. وهون بلشت بدي أقلب الفاصوليا بشوية بصل، برضو حست شوية بصل مع شوية زيت، وضفت الفاصوليا عليها، قلبت الفاصوليا مع البصل، وبعدين ضفت عليها مية وسلقتها. وبعد هيك التهيت وانشغلت، وبنتي كملت الطبخة وما صورت طبعا، أكيد نسيت أحكي لها تصور، وهي يعني ما بدها كل بنات للتصوير عرفتوا. المهم هون يعني واضحة الطبخة مبينة. هون كنت ناسي أحط على اللحمة فلفل أسود، فحطيت شوية رشة فلفل أسود. بعد هيك يعني مجرد ما تستوي اللحمة بتضيفي الفاصوليا على اللحمة وبتحطي عليها بندورة حمراء مع صلصة بس. بتطبخيها هيك شوي، احنا ما بنحب البندورة تكون خفيفة، بحبها هيك تكون وسط ثقيلة شوي يعني. بالرغم من انه بنعمل جنبها رز، ولكن بنحبها برضو تكون ثقيلة مش خفيفة. عشان هيك بحط بندورة حمراء وبضيف عليها كمان الصلصة للون. وبس والله يا بنات الطبخة كتير سهلة، والحمد لله رب العالمين على النعم. الله يديمها يا ربي ويحفظها من الزوال، ويطعم كل مشتهي وكل محتاج، وربنا يفرجها على أهلنا في غزة. طلعوا هون يا بنات إذا بتلاحظوا أنا قاعدة بطبخ بالفاصوليا، وفي على الغاز أثر باكيتات اللي هي الزيوت أو البودرة اللي بتيجي مع الأندومي. فعن جد يعني انتوا رح تعرفوا لحالكم مين اللي عمل الاندومي. اكيد رغد عملت الاندومي قبل ما اخلص الطبخة، لانها ما بتحب الطبخات هاي، بالرغم من انه معاها لحمة، لكن خلص هي يعني بتاكل اشي بسيط منها. أم، يعني بحاول دائما اعملها سمك، بس مش دائما سمك سمك سمك، المفروض انها تنوع يعني بالاكل، بس شو اعمل يعني. هي بتحب الطون، فبحكي لها غيري بالاكل غيري، يعني بحسها بتميل للاكلات البحرية اكثر. فالله يهديها ويصلح حالها، بكرة بتكبر وبتغير هالطبع كله. فالحمد لله كان هيك يومنا بعد ما روحنا، وكان هيك نظامنا وهيك روتيننا. وهون أكيد بعد الغداء بدي فنجان قهوة بعد ما أكون خلصت شغلي ونظفت المطبخ. أكيد فنجان القهوة على رواق أنا بعمله، ما بعمل يعني إلا بعد ما أكون خلصت شغلي وأموري تمام. بحب أمزمز على القهوة وأنا هيك هادية البال. بضلني يعني عن جد حاملة هم البيت كيف بده شغل جلي المطبخ كله، ما بعرف أشرب قهوتي إلا وأنا مخلصة شغلي. الحمد لله خلصت شغلي وخلصت أموري كلها، وحكيت خليني أعمل فنجان قهوة أروق. هسا البنات بيحكولي ليش بتعملي قهوة كثير يا أم عمر؟ مش منيحة القهوة، لا تشربي قهوة كثير. شوفوا يا بنات أنا لما بغيب 3-4 أيام عن الفيديوهات بكون عاملتها خلال 3-4 أيام، يعني تخيلوا القهوة مش بنفس اليوم بتكون. فأنا بشرب قهوة مرتين بس تقريبا في اليوم، إلا إذا أجاني حدا أو رحت على حدا بس بضيف فنجان، عرفتوا؟ بس يعني إشي طبيعي وفناجين صغيرة، مش يعني إلا الصبح تقريبا مرات بشرب بمج كبير أحيانا، أحيانا مش دايما. المهم بهذا اليوم كمان كان لازم أجهز لهم اللي هي ترتيبات المباراة، يعني عشان المباراة وأجواء المباراة، فبيحكوا لي اعملي لنا اليوم أجواء. سبحان الله ما كنت أهتم بالمباريات أبدا،
ولكن الفترة الأخيرة مع الولاد وبنضبطوا يعني شوفوا سبحان الله بلشوا يكبروا ويوعوا بالأشياء هاي بالطابة. يعني عندي ولد كثير كثير متعلق بالطابة، فبجمع العيلة كلها، صار يجمع إخواته، صار هن يهتمن، فأنا تلقائيا بدي أعمل لهم أجواء يعني أكيد. فعن جد أجواء المباريات طلعت حلوة، وأول مرة بقعد معهم على مباراة كاملة اللي هي مباراة السعودية والأردن. وأكيد طبعا إحنا بنحكي دائما إحنا ما بنزعل سواء نجحنا أو خسرنا بالمباريات، بنضل طبعا على المحبة والمودة، ومش مش اللعبة أو كرة القدم اللي بتفرق بيناتنا. فالحمد لله رب العالمين، الله يديم المحبة والود، وحظ أوفر لكل حدا خسر، وإن شاء الله ربنا بيعوضهم خير. وأكيد إن شاء الله بنتمنى للمنتخب إنه يعني كمان يفوز بالنهائي إن شاء الله. فشوفوا أم عمر كيف صارت تهتم بالرياضة وبالكرة القدم من ورا أولادي. فجد ما كان عندي أي اهتمامات من هاي الناحية. فالحمد لله على كل حال، هي أجواء حلوة ومرتبة. وزي ما حكيت لكم هون حبيت كمان أطلع أشرب فنجان قهوة على السطح. شوفوا بعد ما زبط لي ابني السطح صرت أحب أطلع على السطح كثير، وين ما أشوف الجو هادي ورايق أحمل حالي وأطلع فوق. سواء كانوا البنات عندي أو مش عندي بطلع أنا وابني أحيانا عادي، مين ما كان معي بطلع. فإن شاء الله بدي أجيب كم كرسي وكم ترابيزة وأحطهم فوق، لأنه بصراحة اللي عندي مكسرات أبدا. شفتوا كيف حاطة طاولة رغد على السطح، فإن شاء الله بدي أجيب لي كم كرسي وكم ترابيزة بإذن الله. وهون أجواء المباريات وتحضيرات، عملت لهم سحلب ويعني وحطيت هالموجود، وهم كمان راحوا اشتروا أشياء من الدكان. فالدكان اللي راحوا اشتروا منها ما شاء الله عملت لهم أجواء، جايبين الكيس اللي عليه صورة اللاعبين والنشامة، الله يوفقهم يا ربي. فالمهم عشنا أجواء كثير حلوة بهالليلة. رب يديم الأمن والأمان وراحة البال علينا جميعا يا رب. هيك بكون يا بنات وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى إن شاء الله فيديو اليوم يعجبكن، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من لايك وشير للقناة، واللي داخل على قناتي ولسه مش عامل اشتراك وعجبته القناة لا تنسونا من الاشتراك والدعم. ربي يوفقنا جميعا، وانتظروني إن شاء الله الفيديو الجاي بيكون يوم الجمعة، وزي ما حكيت لكم إن شاء الله رح ألتزم بيوم الثلاثاء ويوم الجمعة إن شاء الله، فيديوهات 2 بالأسبوع. ربنا يقدرني وألتزم بهالإشي لحتى تتحسن القناة. بترككم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله، بحبكم في الله. وبالنهاية حاب أذكركم أنكم تدخلوا على قناة شخصية مهمة وتدعموها، ربي يجزيكم كل خير.